اول حاجه غادي نطلبوا من الناس ديال الهواة سواء جمهور مسيرين لاعبين ومدربين انهم يسمحوا لنا، حقاش غنعطيو واحد الصفه ديالهم لواحد المنتخب. مجرد ما كتذكروا كيضرك قلبك، كيطلع لك طونسيون، سكر، كتحس بجميع الاحاسيس السلبيه الموجوده. هواة كلمه كنطلقوها على 92 فرقه كتمارس في القسم الاول والثاني، كنقصدوا بها عكس الاحتراف. واخا في الحقيقه كل الفرق المغربيه سواء اللي كتلعب في البطوله الاحترافيه الوهميه ولا في العصبه كلها فرق هاويه، ولكن الوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في الكابون كيستحق من الجهابذه ديال اللغه اللي لقاو شي وصف جديد. هواة صفه كتنطبق على المدرب القادم من الاراضي المسطحه اي بلجيكا، مدرب فاز بكاس افريقيا غير في الفيلا ديالو وقبل ما يلعب حتى دقيقه واحده. واش كاين شي مدرب في الهواة؟ مع الاشاره الى ان هناك مدربين اكفاء جدا في الهواة، كاين شي مدرب غادي يلعب في افريقيا كيدي الفريق ديالو الى منطقه مغطاه بالثلوج. هذا الشيء ما يمكنش يديرو حسن الساخي ولا مصطفى الخليص ولا رضوان الحيمر. واش كاين شي مدرب في الهواة كيعتمد في التشكيله الاساسيه ديالو على 60% من اللاعبين احسنهم كيلعب 15 دقيقه في اوروبا؟ هذا الشيء ما يمكنش يديرو عز الدين بنيس ولا طارق الداري ولا رشيد سعدني. دابا غير بواحد العمليه حسابيه بسيطه، مدرب عنده الفو فيغ اون كارت بلونش باش يدير في كورتنا اللي بغا، كيتقسم من الدور الاول بعمليه حسابيه بسيطه كنتوصلوا لان الاجر ديال جميع المدربين في الهواة وطيله 12 شهر ما كيوصلش لاجر شهري واحد ديال السيد كاريت. وحتى المنحه اللي كتفرقها الجامعه الوصيه على 92 فريق في الهواة في السنه يلا كتعادل نصف الاجر السنوي ديال كاريت. انا غادي ننصح كاريس المتفائل جدا واللي كيقول انه باغي يكمل شي مشروع، كنصحو يعوض ما يمشي لاوروبا باش يبحث على لاعبين جدد، كنصحو يبدا يتفرج في مباريات الهواة. راه كاين واحد الحاجه اللي ما كايناش في اوروبا، كاين النفس والموت من اجل القميص. غير هو كاريس راه غادي يتفرج واقف، الشمس من الفوق والغيث من التحت.